علمائها وخبرات علمائها، وكانت المبادرة القومية لبناء مصر جديدة بسواعد مصرية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. في رحلتنا داخل المعهد القومي للقياس والمعايرة اجتزنا بوابة مصر للوقاية من الحريق والانفجار، والتي تعد أحد معامل شعبة مترولوجيا الكيمياء بالمعهد القومي للقياس والمعايرة. الوقاية من الحريق والانفجار بتيجي على 3 مراحل. المرحلة الأولى نسميها خط الدفاع الأول، هو موضوع المواد المستخدمة في الإنشاء والبناء والتأثيث. والمرحلة الثانية هو الإنذار المبكر للحريق. والمرحلة الثالثة عند نشوء الحريق في مراحله الأولى المقاومة بمواد الإطفاء المختلفة. العالم كله بيبني نظام الوقاية من الحريق على هذه الأسس الثلاثة. نعمل اسم الوقاية من الحريق والانفجار من الاسم بتاعه، إذا هو بينشق لجزئين، جزء وقاية من الحريق وجزء وقاية من الانفجار، الاثنين استكملهم. الهدف الاساسي اولا المعهد ده الوحيد اللي في الشرق الاوسط والوطن العربي، المنطقه دي كلها اللي مجهز بهذا الشكل. الهدف منه هو حمايه الاقتصاد القومي، لان زي ما كما يعلم العامه والكافه ان اي حريق بيحصل فيه مشاكل كتير جدا في الارواح والممتلكات وخلافه. فبالتالي كان ده الفكر الاساسي، وبدانا في التسعينات احنا نجيب بعض الاجهزه الاساسيه، كان ده اهم جهاز منهم، في اجهزه ثانيه موجوده بسيطه علشان نقيم الخواص الاشتعاليه للمواد. ولمعمل الوقاية من الحريق والانفجار مهام عدة، من أهمها المشاركة في إعداد أكواد السلامة والأمان، وكذلك إجراء الأبحاث المتعددة في مجال الوقاية من الحريق والانفجار. احنا وجدنا ان في الاحصائيات اللي حصلت في ال20 سنة الأخيرة سواء كان داخل مصر أو خارج مصر، ان الأخطار من الحريق اللي بتحصل في الأرواح مش من الحرق، من الدخان. فبالتالي كان فكره ان احنا نجيب جهاز اسمه سموك بوكس ونبدا نشتغل على دراسه التوكسيستي بتاعه الماتيريال، الكومباشن ماتيريال اللي بتشتغل. وطبعا في مواصفات واكواد دوليه بتقول ان لازم يكون كل حاجه وليها معدل معين من انبعاث الدخان علشان خاطر يقدر الراجل يخش يطفي والارواح تقدر تهرب. فكانت دي الفكره. احنا طبعا جهزنا نعمل تجهيز غير عادي طبعا طبقا للاكواد. بدانا دلوقتي حاليا بنعمل على اللارج سكيل والسمول سكيل. في معامل اخرى بتشتغل في الكابلات بتقيم الكابلات الكهربائيه. في معامل تحت برضه عندنا بتقيم اجزاء كامله من الماتيريال على اللارج سكيل، وطبعا دي معامل على سمول سكيل. دلوقتي احنا قدام جهاز من اهم الاجهزه اللي موجوده في معمل الوقايه من الحريق والانفجار، هو جهاز خاص باختبار عينات مواد التاسيس والاساس على القطع المتوسط، وده طبقا للاكواد الاوروبيه، وده من اهم الاجهزه اللي عن طريقه بنقدر نحدد خطوره الماده عندما تتعرض للحريق. واللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي السيستم اللي بنستخدمه لمعايره الجهاز اللي اسمه السنجل بيرنينج ايتم اللي احنا واقفين قدامه. الجهاز ده من اهم الاشياء اللي فيه ان احنا بنختبر كثافه الدخان المنبعثه من العينه، وكذلك الحراره المنطلقه اللي بناء عليه بنقسم الماده ونقول خطره او غير خطره. يقوم معمل الوقاية من الحريق والانفجار بدور كبير في حماية الثروة القومية من أخطار الحرائق والانفجارات الناتجة من شتى المجالات الصناعية والمدنية والتجارية. الأكواد عامة بتوضع للحماية من الحرائق في الأماكن المستخدمة عامة، زي المولات، زي وسائل النقل والمواصلات، زي المدارس، زي القاعات الألعاب المغطاة. فدي دول العالم حطت ليها بواسطة القوانين إلزامي أن تكون هناك أكواد. أما فيما يخص المنشآت الخاصة، بيتك وبيتي، مكانك ومكاني، دي حاجة تطوعا. عايز تستخدم المواد المقاومة للحريق داخل المنشأة ترجع لك أنت، لكن القوانين بتلزم
الاماكن العامه. يعني ما ينفعش مول تجاري كبير ما يكونش فيه اكواد سلامه وامان للحريق، ما ينفعش اتوبيس عام ما يكونش فيه اكواد سلامه وحريق، ما ينفعش يكون صاله العاب مغطاه ما يكونش الكراسي اللي موجوده فيها ولا الارضيات المستخدمه اكواد حريق، ما ينفعش صاله كمبيوتر في مدرسه للاطفال ما يكونش فيها اكواد حريق. هي ايه الاكواد عامه؟ الاكواد ان بتحط حد ادنى للسلامه للمواد عند التعرض للحريق. يعني لو انا هستخدم سجاده، المفروض لو لا قدر الله حصل ان شراره صغيره او حد معدي بسجاره وقعت، الحريق ما ينتشرش، بمعنى لو يبدا ينشا وينطفئ في مكانه. ده كود من الاكواد باجهزه مختلفه. لو هناخد مثال عندنا مثلا الفنادق فيها ايه؟ فيها اساس خشبي، فيها اساس منسوجات عباره عن ستاير واقمشه بمختلف انواعها، والسجاد اللي موجود في الارض، كل الحاجات دي معرضه انها تشتعل. تمام؟ فاحنا الحاجات دي لما هتشتعل لازم نعرف بعد ما تشتعل خطورتها قد ايه بعد ما تشتعل. يعني دلوقتي اللي قلنا كميه الحراره المنطلقه منها بتتقاس عن طريق الجهاز نفسه. كميه الدخان الخارجه كثافته قد ايه بنقيسها عن طريق اللايت سيستم اللي موجود فوق اللي احنا هنشوفه دلوقتي في المدخنه. الغازات السامه اللي خارجه مع الجهاز، اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون اللي هي ممكن عن طريق استنشاقها تؤدي الى الوفاه. احنا في الاختبارات بدايه احنا لازم نجيب الماده من غير ما تكون متعالجه، يعني نجيب الستاره او الخشب نفسه او السجاد نجيبه وهو من غير ما يكون متعالج، قماش بس كده، ونحرقه ونشوف المنتج اللي خارج منه بيدينا كميه دخان قد ايه، سميته قد ايه، الحراره المنطلقه نتيجه عن حرقه قد ايه. تمام؟ وبعد كده بنبدا نطبق عليه، بنبدا احنا نحضر مواد مقاومه للحريق في المعمل عندنا، ونبدا نطبقها على المنتجات دي، نطبقها على الخشب عن طريق الدهان الكوتنج، نطبقها على المنسوجات الستاير او السجاد، بنطبقها عليه، وبعد كده بنبدا نعرضها للاختبار مره ثانيه عشان نشوف يعني ازاي قدرنا نحسن في المنتج بعد ما اضفنا له المواد المقاومه للحريق. توضيحا ان كل نوع من انواع مواد الانشاء له جهاز يتم الاختبار عليه. الارضيات لها جهاز، الاخشاب لها اجهزه، مع المواد البلاستيكيه لها اجهزه، الكابلات اللي بتدخل جوه المنشآت ليها جهاز خاص باستخدام بالحريق لاختبار حريق ضد البلاستيك الموجود في الكابلات. كل هذه الانسجه، الستائر، الاقمشه التنجيد، كل هذه الامور لها اكواد موجوده ومعروفه الان عالميا ومطبقه في كل بلاد العالم. نقل هذه الاكواد في مصر، مصر أخذت خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، أنها ترجمت المواصفة الأوروبية الخاصة بأكواد السلامة والأمان لمواد البناء، وأصبحت معتمدة الآن في مصر. يبقى التطبيق والمراقبة. المصانع اللي في مصر بتنتج هذه المنتجات يجب أن تختبر وتحوز على شهادة اختبار تمنحها السلامة والأمان. هذه هي المرحلة المطلوبة ومطلوبة تشريعيا. محتاجين كود مصري يا فندم، لان مصر لها طبيعه مختلفه عن بقيه الدول. درجه الحراره فيها مرتفعه تقريبا، ما فيش رطوبه دايما طول السنه، فبالتالي لازم يكون في اكواد. احنا دلوقتي حاليا وانا عضو في التوحيد القياسي في لجنه بنحاول نترجم وبنعمل مواصفه للبيلدنج ماتيريال، الحريق في البيلدنج ماتيريال يعني، بنحاول نكيف هذه المواصفه حسب الجو المصري، وبادئين شغالين في الحكايه ديت. فدي بتاخد ماشيه بشكل، هي ماشيه بس بشكل بطيء جدا، لكن بالنسبه دي كانت للبيلدنج ماتيريال يعني. لكن انا بتكلم على كل المنتجات. لو احنا عندنا مواصفه بتحتم، اذا الراجل المستورد قال ما هيستورد، هيجي بالظبط يختبر الحاجات ديت. هنبدا دورنا احنا موجودين، احنا عايزين نحمي كل المنتج اللي موجود في السوق يا جماعه، لازم يكون مقاوم للحريق، يكون عنده الحدود الامنه لهذا الامر. يقوم الباحثين بمعمل الوقاية من الحريق والانفجار بعمل سلسلة من التجارب والأبحاث لوضع مواصفات قياسية محلية ودولية للخواص الاشتعالية لمواد البناء والدهانات، وكذلك المنسوجات وغيرها من المواد المختلفة. طبيعة شغلي أنا هنا مساعد باحث، يعني مطلوب مني إن أنا أقيس السمية الناتجة عن احتراق المواد البلاستيك، بحيث ان المواد البلاستيك بتدخل في ابلكيشن كتير في الصناعات وكده. فالمطلوب مننا مش نخليها بس المواد البلاستيك دي مقاومه للحريق، لا، نتائج الحرق كمان ان انا بستخدمها في المواد اللي تخليها مقاومه للحريق، المفروض ما يبقاش ليها تاثير سلبي على البيئه وكده. الجهاز اللي واقفين جنبه هو عباره عن انالايزر او جهاز بيستخدم لتحليل مخرجات الحريق. مخرجات الحريق مش بس عباره عن نار، بل هي الدخان. الدخان ده هو المشكله الاكبر في الحريق،
يمكن معظم الوفيات اللي بتحصل زي ما الدكتور محمد قال بتحصل نتيجه الدخان اللي ناتج من العينات، كثافه الدخان اللي خارج، كثافته والمواد السامه اللي موجوده فيه. المواد السامه اللي موجوده فيه عباره عن CO وCO2، ده اللي يقدر غاز اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون اللي احنا بنقدر نحللهم عن طريق استخدام جهاز الانالايزر اللي قدامنا ده. البحث اللي انا بشتغل عليه ان انا بحضر ماده تكون مثبطه للدخان، ماده مقاومه للحريق في الاساس وتكون مثبطه للدخان اللي طالع من العينه، لان انا بشتغل على ان انا اقدر اقلل الدخان اللي طالع من العينه. زي ما الدكتور محمد قال ان الدخان ده ضار جدا، بحيث ان هو بيسبب عتمه اثناء الحريق، فالناس ما بتموتش من الغازات السامه، ما بتموتش من الحريق نفسه، ده بتموت ان بيحصل عمى للناس اثناء الهروب من المكان اللي بيحصل فيه حريق وكده. فده مهم جدا ان انا اقدر اقلل كميه الدخان المنبعثه من المواد. بستخدم نوع من الفيلرز بيسمى اللي هو الهيدروكسيد المغنيسيوم، بعمل له موديفيكيشن بطريقه معينه او اكتر، واقدر اعمل له ابلكيشن على البلاستيكس زي ABS. في جولتنا حاولنا التعرف على أحلام وطموحات العاملين في مدينة الأبحاث العلمية ورؤياهم لمستقبل البحث العلمي في مصر. نتمنى ان في المرحله القادمه، احنا كنا في مرحله بناء، بنينا المعمل الحمد لله ودربنا جزء كبير من الكوادر، في مرحله بقى الاستفاده من المعمل في ان احنا ازاي نعمل لمصر كود. احنا مش هنخترع كود، نطبق الاكواد العالميه علينا في مصر علشان تبقى اكثر امنا وامانا. طموحي لنا اول حاجه ان انا يعني اوصل، يعني ان انا اقدر ان البحث اللي انا احققه او كده يخدم المجتمع وكده، وتقدر الناس تستفيد منه. اتمنى له اللي هو يوصل لغايه فين، ان هو يوصل لمرحله ان هو بس مش يختار ماده يعالج بيها المواد المستخدمه في البناء والتاسيس، لا مش يوصل لماده بس تقلل مقاومه مواد البناء والتاسيس للحريق، لا يكون كمان الايم بتاعه الاساسي ان هو الماده دي يركز على انها ما تسببش انبعاثات او غازات سامه، يعني عند حرقها ما تسببش انبعاث غازات سامه، لان هي ديت الحاجه الاساسيه دلوقتي، مش بس ان انا ازود مقاومه المواد للحريق، لا اركز على ان الماده اللي انا بستخدمها عشان ازود مقاومه الحريق بيها ما يكونش ليها تاثير سلبي على البيئه. نأمل طبعا الدولة تدعمنا، مش تدعمنا بان يكون في عشان احنا نحس ان احنا فعلا بنأدي يعني واجبنا، ان هو يكون في تشريع يخص موضوع الوقايه من الحريق، ان تكون كل المواد اللي في الاسواق سواء كانت الصناعات المكمله للسيارات او خلافه تكون لها كود مصري، فبالتالي المصنع لازم يجي يعمل الشهاده بتاعته عشان تبقى الحاجات امنه والدنيا يعني الامور امنه. وده طبعا احنا نطمح لهذا الامر، طموحنا ان احنا نحاول نامن الامان الصناعي والامان في الوقايه من الحريق في مصر كلها وفي بوع مصر المحروسه، لان ده هدفنا وده دورنا وده واجب بلاد علينا ان احنا علمتنا وصرفت عليه. وتستمر رحلتنا في البحث عن سواعد مصرية تفكر وتبتكر لنهضة مصرنا الحبيبة لتوفير حياة كريمة للمواطن. هبني وهبني البنى